ادي حبايبي شايفين الفرخه ما شاء الله عليها، او الوزه بتاعتنا هي بقى ما شاء الله بعد ما طلعتها من الفرن. يعني هي بتتكلم عن نفسها، استوت جدا جدا جدا. شايفين المنظر ما شاء الله عليها، بتتكلم عن نفسها. اتمنى تجربوا الوصفه دي ان شاء الله وتقولوا رايكم فيها ايه. وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكلها باذن الله. ويا رب تطلع من ايديكم احسن مني كمان. ريحه الفحم والله جميل ومفحفح فيها كده، وقالب ريحه الشقه عندي ريحه جميله جدا جدا جدا. ادي كده فرخه مشويه ومحشيه وعلى الفحم كمان، وبرده في قلب الفرن اهيت. ما حرمناش نفسنا ولا عيالنا من اي حاجه. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. يلا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب حبايبي تكونوا بخير باذن الله. واهلا بكل متابعين قناه سلوى في المطبخ. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه ينورني بالاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا من قناتي كل جديد باذن الله. النهارده حبايبي هنعمل اكله حلوه قوي وطلبت مني كتير من احد المتابعين في القناه. هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الفرن بحشوه حلوه قوي قوي، ان شاء الله هتعجبكم. بس تابعوني ان شاء الله لحد نهايه الفيديو باذن الله. ادي الفرخه معايا اهيت، ان شاء الله هنذبحها باذن الله وهننضفها واوريها لكم ان شاء الله اللي احنا هنحشيها ازاي بخلطه مميزه باذن الله. وادي شايفين ما شاء الله عليها الفرخه المشويه حبايبي. بصي للكاميرا، بصي لازم الفرخه يا حبايبي بتاعت الشوي لازم تكون صغيره، قيمه كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص لو اقصى حاجه خالص، ما تكونش زايده عن كده. وطبعا بعد ما نتبلها هقول لكم هنعمل فيها ايه ونسيبها ازاي والكلام ده. هي عافيه عماله تتشقى. تمام. فطبعا لحد نهايه الفيديو بقى ان شاء الله علشان نشوف بقيه الخطوات. دلوقتي احنا هنذبحها ان شاء الله. والعرف بتاعها مش عارفه ليه تقيل كده، شايفين ما شاء الله عليه. هنذبحها بقى مع بعض وننضفها. وهوديها لكم وهي متنضفه عشان في ناس بتشمئز من المنظر ومش عارفه ايه. تمام. يلا تابعوني بقى. بس هو قبل ما انسى بقى تكتبوا لي في الكومنتات دي ديك ولا فرخه، لان انا بصراحه انا مش عارفه. حمايه جابها لي وقال لي يا سلوى قومي بالواجب معاها، فانا هاخدها كده ايه فحت ورد زي ما بيقولوا. فانتوا بقى تقولوا لي دي فرخه ولا ديك، لان انا مش عارفه بصراحه. لكن المره اللي فاتت قلت لكم ديك لان جوزي اللي كان جايبه كان عارف. تمام. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم، سلام مؤقت. دلوقتي حبيبي رجعت لكم تاني اهوت بعد ما ذبحت الفرخه الحمد لله ونضفتها وكله تمام. هنشوف مع بعض الحشوه ان شاء الله اللي احنا هنعملها والخلطه ان شاء الله اللي هنحشيها بيها باذن الله. دلوقتي حبايبي ادي الفرخه اهيت اللي معايا. هستخدم لها الحشوه اللي بقى بتاعتها. هنستخدم كوبايه الا ربع رز او كوبايه رز. عايزه تكتري كميه الرز انت وراحتك لو انت هتاكلوه جنب الفرخه، لكن انا عشان حشوه الفرخه هستخدم كوبايه الا ربع رز، 3 بصلات مبشورين اهوت، والكبده والقنصه بتاعتها. ودي بس الحاجه بتاعت الحشوه. دلوقتي هنقول لكم بقى الحاجات اللي احنا هنغلف بيها ونتبل بيها الفرخه الاول ونسيبها قيمه ساعتين كده في التتبيله ديت، عقبال ان شاء الله ما نسوي الرز كده ونشوف هنعمله ازاي بتكه معينه باذن الله. دلوقتي حبايبي ادي بقى الحاجه اللي هستخدمها. البوله الصغيره ديت فيها ملح وكزبره ناشفه وبابريكا ومعلقه صغيره صلصه وفلفل اسود وسنه صغيره كمون. تمام. وجوز الطيب، بشر جوز الطيب خفيف خالص. كل واحده بتختلف التغليفه بتاعتها او التتبيله بتاعتها بتاعت الفرخه من واحده لواحده. دي بتاعتي انا، كل واحده زي ما قلت لكم بتختلف طريقتها في تتبيله الفرخه. دي الطريقه بتاعتي انا يعني. ومكعب مرق دجاج انا بشرته اهو زي ما انتم شايفين اهوت، ومعلقه زيت كبيره. تمام. هضيف بس على ديت الخلطه اللي معايا دي معلقه خل. معلقه خل اهي زي ما انتم شايفين عشان تطري معايا النسيج بتاع الفرخه اهوت. هنقلب بقى كويس كده. يبقى هنا ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبابريكا وبتاع ده ومعلقه صلصه صغيره وزيت ومعلقه خل ومكعب مرق. عايزه تستغنى عن مكعب المرق انتوا براحتك، ممكن تستغنى عنه. هحط كمان ربع معلقه من صغيره سكر، ربع معلقه صغيره سكر، او ربع معلقه من عسل النحل لو عندك. تمام. ادي كده الخلطه اهي تمام جاهزه معايا. دلوقتي حبايبي الثلاث بصلات المبشورين اللي استخدمهم في الرز مع بقيه الحشوه بتاعت الفرخه انا هاخدهم دلوقتي كده هصفيهم عشان انا محتاجه التفل بس للحشوه، مش محتاجه الميه. وهاخد الميه دلوقتي وهقول لكم برده هنستخدمها في ايه تاني. اهو انا هصفيهم كويس في بوله اهيت، هصفيهم كويس وارجع لكم تاني.
دلوقتي يا حبايبي ادي ميه البصله اهيت، هاخد منها هنا على التتبيله او اللي انا هغلف بيها الفرخه بتاعتي. هتطعم لي قوي 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 الخلطه ديت، وكمان خاصه لما اتبل بيها الفرخه واسيبها شويه. شايفين ما شاء الله ريحتها جميله جدا جدا. ادي يا حبايبي احنا عملنا الخلطه مع بعض. هقول لكم تاني انا عملت ايه وحطيت ايه. دلوقتي احنا بشرنا 3 بصلات اللي احنا هنستخدمهم مع الرز، مع كوبايه الرز مع الكبد والقوانص لحشوه الفرخه. والتتبيله عباره عن ايه؟ اخدت ميه البصل وحطيت معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه كزبره ناشفه وملح وفلفل اسود ومكعب مرق ممكن تستغنى عنه، ده اختياري. وحطيت كمان ربع معلقه شاي صغيره سكر، وحطيت معلقه خل، تمام، ومعلقه صغيره صلصه، تمام كده. ودلوقتي هنغلف بها الفرخه اللي احنا هنعمل فيها ايه، اللي هتبقى فرخه محشيه مشويه بس بتكه معينه ان شاء الله، بتكات واسرار باذن الله في الفيديو ده ان شاء الله هتبقى جميله وناجحه معاكي قوي. انا ممكن ناس تستخدم الفرشه، انا مش هستخدم الفرشه، انا هستخدم ايديا عشان عايزه ادعكها كويس واتبلها من جوه ومن بره كويس جدا. وكمان في بدايه الفيديو انا قلت لكم يا جماعه الفرخه المشويه اللي بتبقى محشيه ومشويه في الفرن ما تزيدش مثلا، بتبقى من كيلو، كيلو 200 لكيلو ونص اقصى حاجه. ليه؟ علشان ما تاخدش وقت معاكي كتير في الفرن وفي السوا، وتستوي معاه وتبقى جوسي كده وطريه من جوه قوي. لكن لو انت عايزه تجيبي فرخه اكبر من كده للشوي مفيش اي مشكله، مش هتبقى فيه مانع، بس هتاخد سوا اكتر شويه في الفرن، هتغيب شويه. يعني ديت الصغيره دي اللي معايا تعمل لها مثلا قيمه كيلو ونص، كيلو 400 كده. لو اكتر من كده هتاخد مثلا قيمه في الفرن من ساعه، ساعه وربع لو كترت خالص. انت لو جبتيها اكبر من كده هتاخد سوا اكتر من كده، هتاخد مثلا قيمه ساعتين ولا حاجه، تمام. فدي بس كانت نظريتي لما قلت لكم الفراخ لما تبقى صغيره بتاعه الشوي بتبقى احسن طبعا. لكن مفيش مانع لو انت هتجيبها كبيره، مفيش اي مانع خالص. شايفين انا بعمل ايه يا حبايبي؟ انا بغلفها من جوه كويس جدا جدا وبدعكها في قلب اللحم كده اهو زي ما انتم شايفين. انا عايزاها كلها تبقى متغلفه وشاربه من بتاع دي، من التتبيله بتاعتها. هسيبها قيمه كده مثلا ساعه ساعتين على حسب ما وقتك ايه يسمح، تمام كده اهو. وبعد كده ان شاء الله هنرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني وباقي الخطوات معانا ايه. يا حبايبي بعد ما غلفتها بالتتبيله بتاعتها احنا نسيبها في التلاجة قيمه ساعه او ساعتين. ولو عملتيها من بالليل ولحد الصبح بالتتبيله دي تبقى احسن طبعا. لكن انا عن نفسي انا هحطها في التلاجة قيمه ساعه واحده بس علشان انجز في الوقت وكده يعني. لكن انت براحتك خالص بقى، تسيبها ساعه ساعتين في التلاجة عادي خالص، تعمليها من بالليل لحد الصبح تبقى احسن واحسن، تمام. انا دلوقتي هدخلها التلاجة قيمه ساعه كده وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ازاي حشوه الرز باذن الله مع بعض، تمام كده. هو الرز اهو، كوبايه الرز والثلاث بصلات التفل البصل اهو عشان احنا خدنا الميه بتاعته. وكمان معايا الكبده والقرنصه بتاعته هقطعهم صغير جدا جدا. وهنكمل مع بعض على البوتاجاز كده ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي بقى احنا بنحضر مع بعض حشوه الفرخه. ادي كوبايه الرز غسلتها وحطيتها في مصفى الصفه اهيت، وقطعت الكبد والقوانص اللي عندي، وادي الثلاث بصلات التفل بتاعهم اهوت. هنحط عليهم ملح وشويه بهارات فراخ وفلفل اسود وكركم اهوت. وهندعك كل الكلام ده مع بعض. والناحيه التانيه انا معايا هي حله على البوتاجاز مولعه عليها مهديه عليها خالص فيها زيت او اي ماده دهنيه انت بتستخدميها. هدعك كل البصل ده بالتوابل ديت ونكمل مع بعض برضو خطواتنا ونشوف احنا بنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي بقى هننزل بالبصل. دلوقتي يا حبايبي هننزل بالبصل اهوت. البصل المتبل مدعوك بالتوابل بهارات وملح وفلفل اسمر، تمام. هياخد بس تشويحه كده، انا مش عايزاه طبعا يتحمر، انا عايزه بس تشويحه كده بسيطه اهو. تتبيله الفراخ يا حبايبي، تتبيله الفراخ في حاجتين نسيت اقولهم، بصل بودر وتوم بودر، تمام كده. عشان بس يبقى حرام عليا لازم اقول لكم كل حاجه انا حطاها. ما بحبش الصراحه ان انا اخبي حاجه، انا بقول لكم كل حاجه انا بعملها، تمام. بس يا رب ما تقولوش بس بترغي وما بترغيش والكلام ده، عشان في ناس كتير الصراحه ماسكين الكلمه دي بترغي. طب يا جماعه ده اكل، ما لازم ان انا اقعد اتكلم فيه، لازم اشرح كل حاجه بالتفصيل. انا ما بعملش تيك اواي، ما بعملش واقع اعمل سندوتشات.
دلوقتي يا حبيبي هننزل بقى بالكبده والقوانص اللي عندنا اهوت. طبعا عشان دي كبدايه واحده والقناصيه بتاعت الفرخه اللي انا بستخدمها في الوصفه ديت، طبعا انا انا حطيتها مع بعض كده. لكن طبعا لو عندك قنص كتير اكتر من الكبده انزلي بيها هي الاول قبل الكبده، عشان الكبده بتتهرى على طول وما بتستحملش سوى ياما. تمام، تاخد بس تشويحتين كده وبتنزلي بيها على طول بايه، كوبايه الرز اللي معاكي. ادي حبايبي اهوت الفرخه بعد ما طلعتها من التلاجة خدت قيمه ساعه معايا في التلاجة. وادي الرز كمان اهوت انا سويته تسويه عاديه خالص، سوا كامل يا حبايبي. ليه سوا كامل؟ عشان انا مش سالقه الفرخه. لو كنت سالقه الفرخه كنت هسويه 3/4 سوا، كان الرز هيستوي ساعتها في قلب الفرخه من جوه. لكن دي عشان فرخه مشويه فمش هنستخدم فيها اي ميه خالص، فعشان كده لازم الرز يكون مستوي سوا كامل خالص عشان تطمني ان الرز معاكي مستوي. وادي الصينيه هي حطيت عليها ورق فويل. ما عندكيش ورق فويل ممكن تحطي الصينيه بس كده، بس انا عشان احافظ يعني على الصينيه وكده حطيت عليها ورق فويل. تمام. ومعايا هنا فحم اهوت على النار مولعه عليه شويه فحم عادي خالص. هقول لكم ان شاء الله احنا هنستخدمه في ايه باذن الله دلوقتي. تكه من تكات سلوى واسرار سلوى ان شاء الله. هتاخدوا احلى طعم الفراخ بتاعتكم، فراخ محشيه، فراخ مشويه، بس بطعم الفحم كمان ان شاء الله. باذن الله تجربوا الوصفه دي باذن الله، حاجه كده وهم من الاخر ان شاء الله. بس خليكم بقى دلوقتي معايا. دلوقتي احنا هنبدا ايه، نسمي الله وهنبدا نحشي الفرخه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنعمل ايه يا حبايبي، احنا عايزين نحشي كمان تحت الجلد. فاحنا نروح موسعين كده، ما تعمليش بسكينه، بصبعك كده حاولي توسعي لنفسك اهو زي ما انتم شايفين موسعه ازاي. برده من الناحيه ديت كده اهو. حاولي تدخلي ايديكي كده بالراحه وتسلكي بالراحه كده اهوت، علشان عايزين نحشي يعني ما شاء الله عايزينها كده تبقى وزه، مش تبقى فرخه، لا وزه. اهو شايفين ايديا واصله فين، بس بالراحه خالص كده عشان الجلد. ثواني هقلع بس الخيط اهوت علشان قلعت الختم بس عشان ما يقطعش الجلد معايا. انا بوسع كده اهوت. شايفين صباعي اهو. مش عايزاها بسكينه ولا اي حاجه، لا انا عايزاها بايديكي انتي بشويش كده بس عشان الجلد ما يتقطعش معاكي اهو. شايفين اهو انا سلكت ازاي. تمام. هبدا احشي فين بقى الاول؟ لازم احشي تحت الجلد الاول، ما احشيش البطن، لان لو حشيت البطن العظم ده هيكبس على الجلد كده، وساعتها مش هعرف الا انا احشي هنا تحت الجلد، وهيفرقع منك وهيتقطع ويبوظ خالص، مع ان الرز مستوي بس الجلد هيشقق ويفرقع منك ويتقطع. لكن دلوقتي احنا بندي هنا المساحه اللي احنا عايزينها، واللي يتبقى مننا في الحشو ونحشي جوه براحتنا احنا بقى. يبقى احنا خدنا ملينا الحيز اللي هنا في الفرخه الاول. تمام. ولازم الرز يكون بارد، يعني بعد ما سويت الرز سبته يبرد خالص تماما. ما ينفعش الرز استخدمه وهو سخن هنا، لان كده انا بعمل بيئه صالحه للبكتيريا، بنشط البكتيريا في قلب الفرخه بتاعتي، فما ينفعش خالص يا حبايبي. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنسمي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا هستخدم ايديا، انا طبعا انا ايدي نظيفه الحمد لله وبشتغل هنا في بيتي. انتوا حرين بقى، عايزين تلبسوا جلافز تلبسوا اللي انتوا عايزينه، انتوا حرين. لكن انا هنا عن نفسي انا بشتغل كده في بيتي اهوت. بحشي الاول فين؟ من تحت الفرخه تحت الجلد اهوت كده اهو، وتروحي عامله كده بالراحه وتمشي كده معاكي ايه الرز كده اهوت. الرز فيه كبد وفيه قوانص. وانا زي ما قلت لكم كمان لما تيجوا لو انتوا عندكم كميه قوانص كتير تنزلي بيها الاول تشوحيها في الرز الاول، وبعد كده تنزلي بالكبد عشان الكبده بتتهرى بسرعه وما بتاخدش سوى ايام. والرز طبعا التسويه العاديه خالص زي بتاعت الرز المصري، بياخد كوبايه ميه ومعلقه صغيره ملح. تمام يا حبايبي، عشان بس كل التفاصيل كده نبقى عارفينها للبنات ان شاء الله اللي لسه مبتدئين باذن الله. شايفين يا حبايبي هي ما شاء الله هي على وشك اللي هي تبقى معانا وزه يعني الحمد لله. دلوقتي انا مليت تحت الجلد ولسه جوه ما حشيتش جوه بطنها، فانا كمان هحشي من هنا من عند الزور اهوت. فاتحه الفتحه طبعا بتاعتها هي. هحشي هنا بسم الله الرحمن الرحيم اهوت اهو. تحشي كده تدخلي كده في الرقبه بتاعتها. يعني الرز ده ما شاء الله عليه بيبقى بيتطعم اكتر لما كده دهون الفرخه كده بتنزل عليه ما شاء الله، بيبقى طعمه حكايه. شوفين زي ما نكون بنزغط كده ايه بطه او وزه. اهوت شايفين ما شاء الله عليها. تعملي كده بس بشويش، اهم حاجه الجلد ما يتقطعش معاكي. شايفين؟ وتنزلي كده
اهو تمام. فهي كده تمام خالص معايا، يعني كده وصلت اهي مرحله حلوه، شايفين ما شاء الله عليها اهي. فانا كده بقى تمام، هبدا بقى اللي انا ايه احشي كمان البطن بتاعتها اهوت. انا بحشي وانا مطمنه لان الرز ايه، الرز مستوي سوا كامل اهوت اهو. اهو تمام كده. هبدا بقى اللي انا ايه احشي البطن بتاعتها اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. انا فاتحه لها فتحه بسيطه حبايبي، فتحه بسيطه، ما رضيتش افتحها وانا بنضفها، ما رضيتش افتحها فتحه كبيره عشان تتقفل معاكي بسهوله. ده ورق لورا طبعا بنحطه في السوى الرز والكبد والقوانص اهي معايا. بسم الله اهوت. بصوا حبايبي بعد ما حشيت الفرخه معايا ما شاء الله عليها، شايفين منظرها بقت وزه اهي معايا زي ما قلت لكم معايا اهوت. بصوا حبايبي دلوقتي انا بقفلها اهوت من الفتحه بتاعتها اهيت. انا ما باجي افتحها على الحشو بكون فاتحاها بالطول مش بالعرض عشان تتقفل معايا بسهوله، ما بخيطهاش ولا اي حاجه. بس لو مش عارفه تعمليها كده بالعود ده او الخله او الشيش طاووق، عود الشيش طاووق عادي خالص، اعمليها بالخيط تمام. انا اهوت يعني عملت ايه، رحت غرزه دي كده بس خالص، وتروحي جايبه كده اهوت، تروحي ايه تعمليها زجزجه كده اهيت اهيت، شايفين اهي، وتروحي جايبه الناحيه التانيه كمان معاها اهي اهي، شايفين بكل سهوله اهي ما شاء الله عليها. وتروحي واخده تاني اهي الحته اللي تحت اهي تمام، وتروحي عامله ايه كده، وتروحي الناحيه التانيه برضو تمام اهي. اتقفلت معايا ما شاء الله عليها. تكسري بقى ديت براحتك اهي، تتكسر بكل سهوله خالص اهيت. تكسريها كده تبقى صغنطوطه معاكي وحلوه اهي، ما فيهاش اي مشكله خالص تمام. عايزه بقى تضم الرجلين دولت عادي خالص، ممكن تضميهم تربطيهم براحتك خالص. بصوا حبايبي احنا اهوت قفلناه من هنا، اللي عايز يكتفها يكتفها براحته، هو حر خالص. بس انا كمان هقفل الزور، ما تنسيش تقفلي الزور برده اهوت علشان ما يبقاش منظره كده لا يتقفل اهوت. عايزه تخيطيه خيطيه، عايزه تعمليه برده كده زي ما انا بعمله عادي خالص براحتك. شوفي ايه اللي يناسبك، شوفي ايه اللي متوفر عندك، وظفي نفسك على قد امكانياتك وقد اللي موجود عندك، ما توقفيش الوصفه يعني عشان خاطر اي حاجه خالص تمام اهيت اهي اهو تمام كده. كل الباقي ده ممكن تقطعيه تكسريه ماشي، بس انا هكسرها بعدين بقى علشان ما اطولش عليكم. دلوقتي معايا حته ورق فويل كده، قطعه صغيره خالص اي شكل كده، شكل عشوائي خالص، هنلفها كده اهوت. تلفيها رفيع جدا اهو اهوت، شايفين منظرها اهي. هنروح عاملين ايه، جايبين كده الرجل اهيت، الرجل بتاعتها، ونروح عاملينها كده وتروحي ربطاها بيها تمام اهي. شايفين بقى المنظر اهي، يعني هو شكل جمالي كمان وفي نفس الوقت ايه تتكتف كده تبقى شكلها حلو. وهي اصلا كده كده الرز مستوي يعني اوريدي، اصلا مش هتوقع اي حاجه معاكي تمام اهي ما شاء الله عليها. شايفين منظرها اهي ما فيهاش اي حاجه. هننضف لو في اي رز ولا اي حاجه كده عليها من بره ننضفه، ما نخليش اي رز عليها تمام. بصوا حبايبي دلوقتي خلاص انا طفيت على الفحم اهوت، وهحط الفحم هنا على الصينيه دي. طبعا انتوا هتستغربوا كنت المفروض احط هنا الفرخه، لا انا هوريكم انا هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت كده في نص الصينيه كده تمام اهوت. بصوا حبايبي دلوقتي اهوت الفرخه معايا اهي، وادي اهوت الشبكه اهي اهي، شايفين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ماشي. وادي دلوقتي انا مولعه الفرن من فوق الشوايه وهحطها هنا. بسم الله اهوت، انا هحطها على الشبكه كده تمام اهيت، على الشبكه تمام كده. وهزق الشبكه بقى اهي، شايفين المنظر اهوت. وانا مولعه فوق الشوايه على نار وسط، والفرن حامي طبعا، الفرن كنت مولعاه من شويه فهو سخن، ونار وسط اهيت الشوايه. ودلوقتي هعمل ايه، هدخل دلوقتي كده تحتيها هنا على الارضيه كده، انا مش مولعه من تحت، هخلي كده الفحم تحت الفرخه والشبكه تكون في الوسط، يعني انا موسطناها اهوت في الفرن. ودلوقتي بقى هتتشوى الفرخه
على الشوايه مع طعم الفحم، حاجه كده جامده خالص ووهم. شايفين ما شاء الله. دلوقتي بقى انا هقفل عليها واخليها تستوي خالص على نار هاديه، وبعد شويه اقلبها على الجنب التاني كده. تمام. فكل الدهون، انا غرضي من الفكره دي ايه، كل الدهون اللي هتنزل من الفرخه وهتسيح هتنزل هنا على الفحم، هتفضل والع معايا وهيدي نكهه جميله جدا. هيبقى طعم المشوي على الفحم، طعم الفرخه المشويه على الفحم، وكمان محشيه. يعني بره الفرخه ما تكونش محشيه، بتكون مشويه بس احنا حشيناها وشويناها على الفحم، وكمان تكون محشيه معانا. فيا رب بقى الطريقه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا حبايبي الفيديو، وخليكم معايا عشان تشوفوا ان شاء الله احنا هنعمل ايه تاني وهنكمل ازاي، وهنشوفها مع بعض ان شاء الله باذن الله. ادي حبايبي شايفين الفرخه ما شاء الله عليها، او الوزه بتاعتنا هي بقى ما شاء الله بعد ما طلعتها من الفرن. يعني هي بتتكلم عن نفسها، استوت جدا جدا جدا. شايفين المنظر ما شاء الله عليها، بتتكلم عن نفسها. اتمنى تجربوا الوصفه دي ان شاء الله وتقولوا رايكم فيها ايه. وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكلها باذن الله. ويا رب تطلع من ايديكم احسن مني كمان. ريحه الفحم والله جميل ومفحفح فيها كده، وقالب ريحه الشقه عندي ريحه جميله جدا جدا جدا. ادي كده فرخه مشويه ومحشيه وعلى الفحم كمان، وبرده في قلب الفرن اهيت. ما حرمناش نفسنا ولا عيالنا من اي حاجه. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. يلا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. شفتوا حبايبي بقى، دي كانت وصفتنا النهارده، طريقه جميله جدا جدا للفراخ المحشيه المشويه على الفحم. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي باذن الله وتعجبكم، وتقولوا لي رايكم فيها ايه. مستنيه تعليقاتكم ومستنيه اللايكات الحلوه بتاعتكم ومشاركه الفيديو عشان الكل يستفيد ان شاء الله، ونبنى كلنا الثواب والاجر باذن الله. يلا عشان ما اطولش عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات احسن واحسن. مع الف سلامه.